السلام عليكم أصدقائي، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كما تشاهدون الأرز نطويت من الدهون المتراكمة في الأكل نتاعنا الخاص بالإنسان. لازم بصح نديرلو المياه، ننظفو مليح 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 من الدهون، لأن الدجاج فعلا أنا ما كنتش نامن بها، ولكن الدجاج فعلا يتأثر بالدهون والدسم اللي توجد في الأكل. ديروا طفيليات، وكما شفتوا بريبش الدجاجة بريبش جاها طفيليات تاع الفم هذيك ما يتنحوش، طفيليات تاع الأمعاء، فتدهور صحة الدجاج ويجي الأمراض. مش نقول ما يجي الأمراض، ولكن يجيه طفيلية كصفراء في الفم، ما تخليه لا ياكل، ما تخليه طونكيل، هاك يتورم الفم حتى توفى الدجاجة أو تذبحها. انت ما تطيقش على ذاك المنظر حتى تذبح. لذلك اوصيكم خاوتي انكم تغسلوا الاكل عندما تريدون تقديم وجبات المنزل للدجاج. لازم تغسلوه من الدهون. بكري بكري كان الدجاج حربي صح، حتى الانسان بكري كان جسم الانسان حربي صح. فاني الدجاج اليوم ما عادش يتحمل، عاد امراض كثيره، حتى الانسان عاد عنده امراض كثيره. لذلك الوقايه خير من العلاج. حنا نديرو الوقاية باش الدجاج ما يصابش بالمرض، كذاك الإنسان يقي نفسه باش ما تجيش الأمراض، لأن هذا الوقت خلاص زمن كثر فيه الأمراض. راكم تشوفوا، سواء الإنسان سواء الحيوان سواء النبات كذلك، أصبحت يا ودي زمن ما فيهش البركة وخلاص. راكم تشوفوا غسلت الأواني نتاع الدجاج والكتاكيت، راح نقدم لهم في هاد الصنيات هذه وهذه تاع بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن، اللهم زد وبارك. راكم تشوفوا أكيد بصحة جيدة، حتى الوجبة هذه ما تأثرش عليهم وما تدلمش أمراض منزوعة الدهن. عليكم 5 كتاكيت، ربي يبارك. معظمهم ديكاء. الأصدقاء كتبوا لي في التعليقات قالوا لي تريث، ما تحكمش على العرف، لأن الأيام راح تفصل بيناتنا ونشوفوا. قالك راح تشوف باللي كاين دجاجات. أنا إلا طارت نقول لكم كاين دجاجة واحدة فقط، والأيام بيننا. معليش. ما شاء الله تبارك الرحمن. ننظف المكان، كون خرج الدجاج واش يديروا اكرمكم الله؟ البراز والتبريش يهردوا لنا المكان كل. شوفوا ما شاء الله، اللهم زد وبارك. عليكم هذا، عليكم ذاك، عليكم ذاك. هذا الصغير هذا مش عارف كما هو زايد مع خاوته، ولكن شوف فهمش عليه. الآن حان دور الدجاج. أنا ودي خايف من الفوضى، لا ما عادش نشتي نخرج من حوش فوضى تاعهم يديروه. يلا 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 يلا. ما شاء الله تبارك الرحمن، اللهم زد وبارك. هذا هو النشاط اللي نحتاجه. ما شاء الله ما شاء الله، اللهم زد وبارك. ربي يبارك ربي يبارك. اللهم زد وبارك. لحد اللحظة لم ما كركت حتى وحدة ملي درت البادين ذوك، ما كركت حتى وحدة. لازم عليا نرجع لهم هذيك الصفصف هذيك مظلمة يتخباو فيها وكلش. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.
راك تشوفوا السنيات تلقاهم فارغين يشتوا الأرز. ما شاء الله. هي وجبة ثانوية فقط أصدقائي، ماشي وجبة أساسية. أكل البيت يعني حرام واحد يطيشوا في الشارع أو يطيشوا في القمامة. ينظفوا بالمياه، ينحلوا الدسم والدهن، يقدموا للدجاج فقط. بكري كنا نعطوه الماعز هكا حرفي وما يصرى في مولو، ونعطوه للدجاج وما يصرى في مولو. هاوليكم فورطاس راه قايم بالدور مع الصباح الباكر، ينوضوا نشيطين. غير الزواج خلص والأكل. سبحان الله كما الإنسان. ما شاء الله. ها هيا ما قعدت أصدقائي، يغضون تقريبا دقيقتين أو دقيقة ونصف. شيء ما قعد. ها شو كي راح يدير فورطاس. عفوا. يلا ندخلوهم باش ما يفسدوش المكان. حاب نصور لكم الدجاجات اللي بيضوا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شوفوا هاي بيضة هنا، هاي لكم الدجاجة البيضة منقطة بالأحمر. توجد بيضة هنا بعد، تشوفوا نحطوها حامية، مازال حامية. حطوها هنا باش كي يولدوا. هاي وين هذه بقت تبيض. هاي بيضة واحدة وهاي واحدة أخرى. ما شاء الله. هذه اللي جبتها مازال كاع ما شفتهاش بيضت. ما شاء الله. هاي خرجت. الله يبارك. شوفوا الخير. هذه راح تدوش في الرمال. هنا هذه أم الرمان. ماما أم الرمان. أنا الفيوم هلا أم الرمان. شكلها تستحم. ديما الواحد الظهر يشتت استحمام بقى. هذه ثاني راه بتستحم معهم. هذيك ثاني الفيومية كذلك. ما شاء الله تبارك الرحمن. إنتاج اليوم 4 حاليا 4. ما حكمتكمش الأخرين، حكمت غير ذيك. ما زالت تصيح. خلاص سمعناك سمعناك خلاص. يا والله ما شاء الله. هاي ثلجي ثاني انه مو باهت باهت. شوفوا ما نشعر. ثلجي. ما فهمناش هذه. هاي بتدخل. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هاي دخل ثلجي. بقت بياض ولا شنو. يات ما تخرجيش. ربي يبارك ربي يبارك. هاي جات دخلت ثلجي باش تبيض. ثلجي عكسهم، تقوقت قبل ما تروح تبيض. انتي وش بيك. شوفوا ثلجي ما شاء الله. كالعادة أصدقائي أقوم بغسل أكل البيت، ثم خليه هنا ينشف شوية، ثم أقدمه إلى الكتاكيت أو الدجاج. هذه حصة الكتاكيت جيعانين مساكين
هاي يلا. وش بيه هذا؟ هاي بردة برادة. شوفوا شوف عموش عاجبني طول هذاك. كل مرة يضرب واحد ولا يتشل واحد لا. بعد بلا. وش بيك قتل؟ كول. مش عاجبني طول هذا والو. هاك شتو هذا مرض الصغير وهذا درك الكبير فيه ما مرض. هيا هنا كول هيا. مرضو خش قبضاتشو. لازم عليا نديرلو علاج تاع الأمراض التنفسية لعل وعسى. شوفوا استعملت فيجال في 2 مضاد للأمراض التنفسية. أنا درتو فيه تاع الكتاكيت واني درتو فيه نتاع الدجاج. راكم تشوفوا الكتاكيت كلهم يشربوا في الماء وهذاك خامل في الكوانة من هي. شوف ما هلا مشكلة وخلاص. لازم عليا تطلع الشمس نخرجوا أشعة الشمس نشربوا الماء نشوفوا حالته وش بيه. ها ما نحط لهم الماء يستخلوا يخرجوا مباشرة. ها شوف الماس شوفوا الراحة. القدر ديريكت الاحترام الأول. ها كان يقضوا عليه كله خلاص باش يتحن. واش سخنا الارض يجي الوالد. كملوا شوف هذه باين بتبيض. شوف الشهبة شوف تبان لكم. ما شاء الله. يعني هنا انهي الفيديو اخوتي. نوضوه. شكرا لكم على المتابعة. نلتقي في فيديوهات قادمة ان شاء الله. بخصوص هاوليكم هذا اظن راه موجوع برك. هذا هو السبب. لازم عليا غدوة بربي ان شاء الله نعطيه الشيح للفراق. راكم تشوفوا شوف. لا المستعان.